اللي ما يقدرش قيمه ده وقيمه الجمهور يبقى يتفضل من باب النادي. عدم احساس بالمسؤوليه في محفل عالمي، واحنا رحنا من الاخر كده، رحنا نصيف، رحنا نعمل شوبنج بعد ماتش بالميراس، رحنا نضيع فرص، رحنا نبقى انانيين، رحنا كابتن من كباتن الفرقه وواحد متربي فاهم في النادي يقول لك لا ده انا المفروض اشوط البلن. لك ان تتخيل ان اسامه ابو علي هو اللي خد البلن وشاطها وحطها بوش رجله وشال الكره من على الارض. الحياه اختلفت 180 درجه. حط على ده كله اللعيبه اللي راحه تقول لك ده انا راح اتحدى ميسي، راح اقول لميسي انا وانا، واللعيبه اللي راح تاخد صوره وهي بتلعب في الملعب مع ميسي واللي بيرقص ميسي واللي بيعدي من جنب ميسي. انت فاهم مقصد الكلام؟ فبالتالي انت لعيب عمرك ما حسيت بقيمه الجمهور ولا بقيمه الشعار ده. الشعار ده عشان تلعب له لازم تبقى مدرك حاجه واحده بس، الشعار ده مسؤوليه، والمسؤوليه دي حاجه كبيره، والجمهور بتاعك ده اكبر جمهور في الكون. فكونك انك انت مش عارف قيمه الشعار ده لا. وخلي في علمك كل ده بسبب ان الجيل ده انتهى بعد خروج علي معلول. لك ان تتخيل ان علي معلول ما كانش قائد جوه الملعب بس، ده كان قائد جوه اوضه اللبس، وكان عارف يعلم اللعيبه يعني ايه حب الاهلي. وبالعكس ده لو واحد من ابناء النادي ولا مصر زيهم، ده واحد محترف جه لعب لمده من 8 ل 9 سنين في النادي بس عارف قيمه النادي. قول لي في الكومنتات لعيبه الاهلي اللي عملته ده تستحق تكمل في النادي ولا احنا محتاجين غربله للفريق بالكامل؟